فيديو النهارده يا صديقي المصمم على واحده من اهم واشهر الاستراتيجيات اللي انت ممكن تكون شفتها او حتى بتستخدمها وانت ما تعرفش، وهي استراتيجيه الميتا فورس او الاستعاره. لو فاكر كده يا صديقي المصمم، في اللغه العربيه في البلاغه كان في حاجه اسمها استعاره مكنيه، واللي معناها ان انا بشبه لك الحاجه او المعنى اللي انا عايز اوصله لك بحاجه تانية خالص انت عارفها وعارف تاثيرها. هو ده بالظبط يا صديقي المصمم معنى الاستراتيجيه بتاعتنا، وده اللي هنشوفه في التصاميم بتاعت النهارده. زي التصميم اللي قدامنا ده يا صديقي المصمم، كل اللي هو عايز يقوله لك ان انت لو استسلمت للادمان سواء كحول وتدخين هتبقى حبيس الحاجتين دول. هنا ما جابلكش الصوره التقليديه لقيود او حتى سجن واحد مسجون وفي ايده كلبشات. هنا ادالك بس حاجه بترمز للسجن وانت فهمت المعنى لوحدك. وتعالى ناخد مثال تاني يا صديقي المصمم. التصميم اللي قدامنا ده، التصميم ده لشركه ايكيا، كل اللي هي عايزه تقوله لك ان المخدات بتاعتنا مريحه، فهنا ربطت المنتج بتاعها باكتر حاجه الانسان عارفها ان هي بتنيمه بسرعه، وهي حبوب المنوم. فهنا جاب لك المنتج بتاعه اللي هو المخدات على هيئه صوره حبوب المنوم، وبكل بساطه وصل لك الفكره وخلاص. انت مش محتاج تقرا اي حاجه في التصميم، انت عرفت ده ايه وبيعمل ايه، وهو ده التنفيذ الفعلي لاستراتيجيه الميتا فورس. وفي النهايه يا صديقي المصمم، انا احمد قبيل بقدم محتوى عن الاي اي ومجال الجرافيك ديزاين. ما تنساش تتابعني وتعمل لايك وشير وتستناني الفيديوهات اللي جايه، وسلام.